السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير طبق الدجاج مع بطاطا مشرملين. كنطيبهم في الفران كيجيو زوينين ولذاذ ومذاق روعة. بالنسبة لهاد الوجبة يمكن لكم تحضروها في الغداء ولا في العشاء. كنحتاجو لتحضير هاد الدجاج. عندي هنايا دجاجة كاملة قسمتها على جوج، يمكن لكم تقسموها على 4 ولا اللي متوفر عندكم. من بعد ما غسلتها مزيان بالملحة والحامض. عندي هنايا القليل من الماء. كنحتاجو في التوابل بابريكا تحميره، فلفل اسود، الخرقوم، الكمون، سكينجبير. عندي زيت الزيتون، ثومه غبره او الثومه العاديه. عندي البصل غبره، القليل من الاعشاب المنسمه، الخل ديال الحامض، الموطارد، والقليل من الربيع قزبر ومعدنوس. هادو هما المقادير. وندوزو دابا للطريقه. في اناء غادي نوضع التوابل كلها اللي ذكرت في الاول. ثم نضيف لها القليل من الثومه غبره، او يمكن لكم تحكوا في صوص ديال الثومه. القليل من البصله غبره حتى هي كتعطي واحد النسمه زوينه. والقليل من الاعشاب المنسمه فيها الزعتر، ازير، زعتره مخلطه. يمكن لكم تكتفيو غير بالزعتر. غادي نوضع هنايا الخل ديال الحامض او عصير الحامض. ثم غادي نضيف ملعقه كبيره من الموطارد. في الاخير غادي نضيف الربيع، قزبر ومعدنوس. ونخلط هاد الشرموله. ثم نضيف زيت الزيتون. ونخلطها مزيان. من بعد غادي نضيف لها القليل من الماء باش نخففوا هاد الشرموله. غير شويه ماشي بزاف. باش نرقدوا فيها الدجاج ديالنا. من بعد غادي ناخذ الدجاج ونوضعه في شرموله. ثم نبدا نشرطو بالموس، نفلحو بحال هكا باش يشرب ليا داك الشرموله مزيان ويجي بنين. هو كل ما بقى في الشرموله كيكون حسن. ثم غادي ندوز النصف الثاني غنشرملو بنفس الطريقه. حتى هو غادي نفلحو ندير له شريطات. هو من الافضل تشرملوه في الليل
وتخليوه يبات في الثلاجه كيشرب مزيان داك الشرموله. وإلا ما عندكمش الوقت يمكن لكم حتى للصباح وتوجدوه وتخليوه واحد ساعتين ولا 4 سوايع على حسب الوقت، وعاد دخلوه للفرن حتى هو تيجي غزال. من بعد ما كملتو دابا غادي نغطيه بلو فيلم اليمونتير. انا صراحه انا ما شرملتوش بالليل حتى الصباح بكري، وعاد شرملته وخليته واحد 4 سوايع. عاد دخلته للفرن وندخلو للثلاجه. وهنا خديت بطاطا بعد ما قشرتها وقطعتها على شكل دوائر، يمكن لكم تقطعوها على شكل طولي. وندوز باش نوجد الطبق، وكناخذ داك الشرموله اللي بقات ليا من الدجاج وكنضيف لها القليل من الماء، ونوضع فيها بطاطا الكميه اللي بغيتو، ونشرملها حتى هي مزيان. من بعد كناخذ صينيه كتدخل الفرن ونبدا نستف فيها بطاطا. الصراحه هاد الطبق ساهل ودغيا كيوجد. نبقى حتى نكمل. ها هي بطاطا ديالي كلها من بعد ما وضعتها هنا، وداكشي اللي بقى لنا ديال الشرموله حتى هو كنفرغوه في الصينيه. وغادي نبدا نوضع الدجاج. ها هو الطبق ديالي. في الاخير غادي نضيف له زيت الزيتون. ونحاول نوزعوه في الجوانب مزيان. ودابا غادي نغطيه بورق الطبخ. وما تخافوش راه كيطيب مزيان. ونغطيه حتى ببابي الومنيوم وندخلو للفرن مشعول من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180. ومره مره نقلب الدجاج حتى يطيب ليا تماما. عاد نخرجوه من الفرن. واحد الاضافه ما تضيفوا له لا ما لا والو، غير داك الدجاج راه كيطلق الماء وداك الشرموله اللي ديالو حتى هي كيطيب فيها. ونتلاقاو في الشكل النهائي. وفي الاخير هذا هو الشكل النهائي ديال طبق الدجاج بالبطاطا مشرملين في الفرن. كيف كتلاحظوا كيجي زوين وبنين. وبالنسبه للتحمار ديالو من بعد ما كيطيب لنا الدجاج كنزولو بابي كويسون وبابي الومنيوم وكتخليه يتحمر على حسب درجه التحمر اللي نتوما كتبغيو. وبالصحه والراحه، ونلتقي في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.